هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده هعمل معاكم لوك العيون ده لوك كات كريس. كذا بنت كلمتني وقالت لي عايزه تتعلم ازاي تعمل كات كريس، وانا اخترت اعمله لكم باللون الموف، علشان اللون الموف والبينك دي الالوان الاقرب يعني الى قلب البنات. اللوك ده يمشي معاكي في الافراح والمناسبات والاعياد. لو انت لابسه حاجه موف اللوك ده يبقى حلو قوي، وكمان اللوك ده مناسب جدا للبنات اللي عينيها مبطنه. اصلا لوكات الكات كريس بتبقى مخصصه للعيون المبطنه. بس قبل ما ابدا الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي لي لايك كبيره للفيديو. عايزه الفيديو دوت يتفجر من كتر اللايكات، وتدعموني وتعملوا لي شير مع اصحابكم، وسبسكرايب لو انتم مش مشتركين في القناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بقدمه لو حابين تشوفوني تاني. وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو انستجرام، سيب لكم اللينك في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدا الفيديو. حواجبي بالقلم بتاع شي جلام اللي هي درجه شوكليت. القلم ده كنت كلمتكم عنه قبل كده في فيديو لوحده، وازاي بعمل بيه شعره لحواجبي، وكنت عملت عنه ريفيو كامل على القناه. لسه ما شافش الفيديو دوت هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. عايزه اقول لكم القلم ده حلو قوي. وعملت تنظيف تحت حواجبي باستخدام الكونسيلر بتاع الايجيرل، الدرجه بتاعته لايت يلو، وانا جايباها مخصوص فاتحه علشان اقدر انضف بيها تحت حواجبي، وفي نفس الوقت استخدمها كبيز للاي شادو، علشان لما انت تستخدمي الوان فيها غوامق او فواتح وعايزه تبيني الوانها تبقى ظاهره وحلوه معاكي، استخدمي كونسيلر او بيز للاي شادو يكون فاتح علشان يظهر لك الالوان. وانا هستخدمه معاكم دلوقتي كبيز للاي شادو اللي احنا هنعمله. وهستخدم معاكم تحت عيني الكونسيلر بتاع ميبلين اللي بستخدمه معاكم كل مره، اللي هو بتاع انتي ايدج، الدرجه بتاعته 07 والدرجه دي لوني. وعايزه اقول لكم الكونسيلر ده جميل جدا وبيندمج بسهوله وما بيخططش تحت العينين، ومن احسن الكونسيلرات اللي انا استخدمتها وجربتها. هستخدمه علشان اكنسل بيه واوحد بيه لون البشره واكنسل بيه الهالات. وهدمج بقى الكونسيلر ببيوتي بلندر مبلوله ومعصوره. وانا البيوتي بلندر دي كنت جايباها من شي جلام، هو ست كده في 5، ده كان فيه 5، في 3 كبار و2 صغيرين للعين. عايزه اقول لكم البيوتي بلندرز دي حلوه قوي، ناعمه، وهي دي اصلا كده مبلوله، يعني هي دي كده بعد ما اتبلت. هي كانت حجمها اصغر من كده، فحلوه مناسبه ان هي تستخدميها تحت العينين. هدمج بيها بقى تحت العين. بعد ما خلصنا بقى دمج الكونسيلر، هستخدم معاكم الباودر بتاعه ميبلين فيت مي الشفافه، علشان اثبت بيها كل الكونسيلر اللي انا حطيته. اخد كميه صغيره زياده على ايدي، بعد كده ابتدي ادمج. وهثبت تحت الحاجب بس، مش هثبت من عند الجفن بتاع العينين، علشان احنا هنعمل كات كريس وهيبقى فيه كونسيلر، فاحنا مش عايزين نعك الدنيا، فكفايه ان احنا نثبت المنطقه اللي تحت الحاجب بس. النهارده لابسه تايجر وحاطه مانيكير لبني، وهعمل ميك اب موف، فالدنيا في الكوكتيل. بعد ما خلصنا تثبيت بقى هجيب فرشه تكون رفيعه خالص كده، هو بتاعه حواجب او بتاعه ايلاينر، بس اهم حاجه ان هي تكون رفيعه، شعرها مبطط في بعض كده، علشان ابدا ارسم بيها الكات كريس ويكون الخط بتاعه رفيع قوي. شايفين الخط
بتاع الكريس اللي هو بتاع الكسرة بتاعة العينين دي، انا لما باجي ارسم الكات كريس لما باجي احدده بطلع وارسم فوق الكسرة دي. ناس كتير بتشتغل بالشادو في العينين في المنطقة دي كلها، وتشتغل بالشادو بالالوان بتاعتها، وبعد كده تقوم حاطة كونسيلر على جفن العين وتبص لفوق علشان الكونسيلر يقطع لها التحديدة بتاعة الكات كريس. انا مش بحب استخدم الطريقة دي، بحس ان هي يعني انتي بتنزلي بالغوامق والشادو في الحتة اللي انتي عايزاها تبقى المنطقة دي تبقى نظيفة. فانا بستسهل اكتر الطريقه ان انا احدد بيه الاول المنطقه اللي انا هشتغل فيها، واشتغل بقى فوق بحيث ان انا لما اجي اقطع الكريس من تحت الخط ده يبقى الجفن معايا من تحت نظيف. يلا نبدا بقى. وانا هستخدم معاكم الباليت بتاعه مايت سينما دي. باليت حلوه قوي، انا كنت جايباها علشان خاطر فيها الالوان الموف. ده شكلها من جوه، فيها درجات موف كتير، ومن هنا فيها الوان شمر، فحلوه وكان سعرها حلو لان هي براند مصريه. هاخد منها الدرجه الاسود، وبعد كده هبتدي احدد الكريس باللون الاسود، وبعد كده هبتدي اخد الدرجه الموف اللي جنبها الغامق علشان ابتدي اموه الاسود بالموف الغامق. ونخلي بالنا واحنا بنشتغل بالاسود يبقى يعني كميه صغيره قوي عشان الاسود بيهبب الدنيا. بصوا خلصت القطعه بالشكل ده، بس احدد من قدام اكتر. بالشكل ده على خفيف كده عشان اقدر اظبط المكان اللي انا هرسم بيه. وشايفين كده ملاحظين الكسره بتاعه العينين بعيده عن الخط بمسافه قريبه قوي، يعني ما تبعديهاش قوي، يعني ما تخليش الكريس من فوق كده القطعه بتاعتك من فوق تبقى شكل الجفن مش هيبقى شكله حلو. خليها اقرب حاجه لخط الكريس الكسره بتاعه عينيكي. بعد ما خلصت القطعه بتاعه العين بالعين الاتنين كده بالشكل ده، هجيب بقى اللون الموف اللي هو اللي جنب الاسود اللي هو زي اللي وريته لكم في الاول اللي هو ده الموف الغامق، بفرشه تكون مبططه وتكون شعرها قليل عشان احنا بنشتغل في مكان صغير، فاحنا محتاجين فرشه تكون حجمها صغير. هاخد منها بقى اللون الموف الغامق، ابتدي احط اللون الموف الغامق على الاسود عشان نبتدي ندمج على فوق. شايفين بالشكل ده، ابتدي ادمج اللون واخلط الاسود بالموف على فوق. بعد ما خلصت العين الاتنين، اللي اعمله في العين دي ارجع اعمله في العين دي، يعني عشان ما انساش الخطوات وعشان ما لخبطش نفسي وعلشان اخلص العين الاتنين مع بعض. هجيب بقى فرشه بنسل تكون شعرها مدبب كده علشان ابتدي ادمج اللون الموف مع الاسود. على فكره الفرشه كانت فاضيه ما فيهاش اي شادو، يعني انا جايباها فاضيه عشان ادمج بيها.
بعد ما خلصت بقى تمويه اللون بالشكل ده في العين الاتنين، ابتدي بقى اجيب لون بينك فاتح شويه، وليكن من نفس الباليت اللون ده. بنفس الفرشه انا نضفتها بس من اللون الاغمق، وهجيب اللي هو اللون البينك الفاتح ده، ابتدي ادرج اكتر لفوق. امسح الفرشه من اللي فيها علشان ابتدي اخفف اللون، علشان ما يبانش معايا خط صريح كده، لازم يبقى مموه مدموج من الاطراف كويس. احاول ما اجيش عند المنطقه اللي تحت الحاجب دي، علشان احنا بنبقى محتاجينها تبقى فاتحه، يعني احنا بنحب ننور تحت الحاجب، فما نجيش تحتيه بالاي شادو الغامق. بعد بقى ما خلصت التمويه بتاع تدريجه الالوان بالشكل ده، ابتدي بقى احدد الكريز بتاعي بالكونسيلر، وهستخدم معاكم الكونسيلر بتاع الإيرجر اللي هو الفاتح، وهستخدم الفرشه تكون مبططه كده، وتكون شعرها مضغوط في بعضه، وتكون بكيرف كده عشان تسهل معايا قطعه الكريز. هاخد منه كميه بقى الكونسيلر كده على ايدي كده اهو، تكون حبه صغيرين، حبه كده، واخد بقى كميه صغيره قوي بالفرشه، وابتدي احدد اكتر واوضح القطعه بتاعه الكريس اللي انا عملتها. ممكن ابدا من النص، يعني بلاش نبدا ونعك الدنيا من البدايه، خلينا من النص. وما تمشيش بالكريس خط، حاولي تاخديها على شكل شرط. الموضوع محتاج شوية دقة، ومحتاج ان انتي تدربي ايدك عليه علشان الموضوع يبقى اسهل. يعني هو سهل بس محتاج حبة تدريب، ومحتاج تبقي دقيقة قوي في الماسكة بتاعة الفرشة، وتكون الفرشة معاكي مبططة زي ما قلتلك كده عشان تقطع معاكي الكريس مظبوط. بالشكل ده. بعد ما حددت بقى التحديده دي عادي بقى ابتدي اخد الكونسيلر بتاعي واملى بيه كل جفن بتاع العينين. هعمل بقى العين التانية وارجع لكم. بعد ما خلصت قطعة العين الاتنين كده ابتدي بقى اجيب البيوتي بلندر بتاعتي واخد كل الزيادة اللي عملتها
وانا بقطع الكريس وادمج برضو الكونسيلر. بعد بقى ما خدت كل الزيادة نبتدي نحط لون شيمر على الجفن المتحرك. هحط بقى لون موف شيمر على الكونسيلر، وهجيب الباليت بتاعه ميك اب فور ايفر بتاعه ريفوليوشن، عشان الباليت اللي معايا ما فيهاش لون شيمر على موف اللي هي بتاعه مايت سينما، فانا جبت دي. هختار منها اللون الشيمر الموف اللي هو ده بفرشه تكون مبططه كده اهو، واخد اللون واوزعه على كل المكان بتاع الكونسيلر. احاول اتاكد ان هو مش مخطط عشان ما يخليش شكل الجفن مش حلو. بعد ما خلصت بقى توزيع الشيمر بالشكل ده، ابتدي بقى اجيب كحل لونه موف احطه جوه عيني. الكحل ده كنت جايباه من ايفون اسمه كولر تيرنت، وكنت جايباه لونه موف، واحط منه في الووتر لاين بتاع العينين. نص العين كده بس مش كله بالشكل ده. بعد كده هبتدي اثبت الكحل اللي انا حطيته بالدرجه اللي انا حطيتها الموف الغامق اللي هي كانت فوق الاسود بالفرشه اللي هي البنسل. هاخد نفس الدرجه الغامقه واثبت الكحل الموف اللي انا عملته. وبعدها اخد الدرجة الفاتحة اللي كانت على بينك، ابتدي انزل بيها لتحت شوية. كده تبقى بالشكل ده، وبفرشة دمج تبقى فاضية كده فلافي. ابتدي اسحب زي اللون الشادو اللي انا عملته من ورا كده من تحت، اسحبه على ورا على طرف العينين. بعد كده اجيب القلم الايلاينر بتاعي بتاع ميبلين هايبر ايزي، القلم المفضل عندي الخطير اللي ما بعرفش ارسم ايلاينر الا بيه. وهي هرسم بيه ايلاينر من الوينج من ورا، وهرسم بيه ايلاينر كامل على العينين. بالشكل ده. هرسم بقى العين التانية وارجع لكم.
بعد ما خلصت الايلاينر في العينين الاتنين كده، هحط معاكم الماسكارا بتاعه اسنس اللي هي فولس لاشز اللي هي دي. بعد كده بقى اروح اركب رموش وارجع لكم. وده شكل اللوك النهائي بعد ما ركبت الرموش. انا عارفه ان هو فيه شويه شغل شويه دقه وتركيز، بس صدقوني هو لوك يستاهل، يعني ينفع معاكي في سهره او لو فرح مناسبه لابسه دريس موف هينفع معاكي قوي. هو لوك جميل ويستاهل انك تجربيه وانك تعمليه. انا هستنى رايكم في الكومنتس على اللوك دوت. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك، واستنوني فيديو جديد ومفيد مع نوني. باي.